أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الاهتزاز عند قراءة القرآن والمتون العلمية؟ الاهتزاز نوعان: اهتزاز طبعي في طبع الإنسان، هو من طبعه أنه يهتز. بعض الناس حتى إذا كان يتكلم يهتز، فهذا لا حرج فيه. كون الإنسان ما يتكلف الاهتزاز، إذا كان يقرأ القرآن يهتز أو يتقدم أو يتأخر وهو يقرأ القرآن، هذا من طبعه لا يتكلفه، هذا لا حرج فيه. ولا يطلب من الإنسان أن يتكلف حال القراءة فيقال له أمسك نفسك، هذا يشغله عن القراءة. والنوع الثاني اهتزاز مقصود تكمل به القراءة في ظن الفاعل، يكون مثل التلاوة وتحسين الصوت، فيتعبد الله بهذا الاهتزاز. وهذا الاهتزاز أصله من الصوفية، فإن ذكر الصوفية يقوم على الحركة، ولو رأيتهم وهم يذكرون لتساءلت هل يذكرون أو يلعبون؟ يقفزون ويقفزون 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 ويجلسون ويقومون ويحبون، ويأتي عند الشيخ ويحب على يد الشيخ ويرجع يقفز يقفز يقفز، ثم يأتي ويحب رجل الشيخ، وفجأة الشيخ يقوم. كثير منهم يريدون وجه الله لكن ما عرفوا الطريق. وسبحان الله أحيانا الأمر لا يحتاج إلى علم، فقط يحتاج إلى عقل حتى يدرك الإنسان أن هذا ليس بصواب. يعني أن يأتي أناس في يوم عرفة في المخيم، وكل واحد معه طبل أكبر منه، وطن طن طن طن، والشياب يقومون ويرقصون ويرقصون ويرقصون. والله بالعقل ما يحتاج إلى علم أن هذا ليس بصواب. فالذكر الصوفي قائم على الحركة ويبنى في الغالب على الإيقاع، وهو ذكر مبتدع. خير من ذكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم، وما كانوا يفعلون هذا. فهذا الاهتزاز على سبيل التعبد أصله من الصوفية، من الذكر الصوفي، وهو لا يجوز لأنه بدعة. إذن يجب أن نفرق يا إخوة بين الاهتزاز العادي والذي من طبيعة الإنسان، ولا سيما إذا قرأ بسرعة فهذا ما ينكر عليه ولا يساء الظن به، وبين الاهتزاز المقصود الذي يتقرب به إلى الله. وعندنا قاعدة: الأصل في المؤمن إذا رأيت أن تحسن به الظن. دائما إذا دار أمر المؤمن بين سيء وحسن فاحمله على الحسن ما لم يدل دليل على خلاف هذا. يعني دار الأمر في مؤمن بين أن يكون كفر أو لم يكفر، احمله على عدم الكفر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما لم يدل دليل على خلاف هذا. وهكذا فإذا رأيت أخاك يقرأ وهو يهتز احمله على الوجه الحسن، وأن هذا من طبعه وتعود عليه ولا يتقرب به إلى الله، فلا تحمله على البدعة.